ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحانه. انا منى محمد. النهارده هنعمل زبادي خلاط بالبلح الرطب. استخدام تاني للبلح، هنعمل العصير ده خطير حلو جدا مغذي بقى. بصوا، مغذي قوي 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 صراحه يعني. فيلا بينا نبدا. عندي هنا علبه زبادي بلدي، تقدروا تستخدموا زبادي اللي هو مش البلدي، العلب العاديه، بس البلدي طبعا طعمه احلى. وهنا عندي بلح رطب متفصص وشاري منه القشر والنوى. ممكن كمان بدل البلح الرطب نحط تمر، براحتكم، البلح التمر يعني اللي عندكم. بس بما ان البلح الرطب موجود، فالناس اللي عندها بلح رطب كتير تقدر تعمل بيه الوصفة دي، حلو جدا. طبعا ما تنسوش ان الزبادي البلدي بيبقى فيه نسبة حموضة شوية، ماشي. فحطيت هنا معلقة من العسل وزودت عسل تاني، لان لما دقته لقيت ان هو محتاج شوية عسل تانيين. انما لو حطينا الزبادي العادي ممكن ما نحتاجش نزود عسل تاني. وهنا شوية مية بس عشان القوام يبقى معايا خفيف شوية. على فكرة برضو زودت مية تاني، لاني لما ضربته لقيته تقيل جدا جدا يعني، فالموضوع كان رخم. ما بحبش اول الحاجات التقيلة قوي دي. بحب العصير يعني زي ما شفته في الاول كده، القوام بتاعه يبقى، بصوا كان تقيل ازاي، فزودت مية، ماشي. او ممكن تزودوا تلج لو عايزين بقى، يعني الموضوع يبقى ساقع قوي. هنا كده بالنسبه لي كده تمام، ضربته تاني وبقى كده خلاص. شوفوا بقى تقدموه في وقدموه عصير سهل، مغذي قوي 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 بقى من هنا لبكره. وبس حطيت عليه شويه قرفه من فوق، ممكن كمان نحط قرفه مع العصير وهو بيتضرب بيبقى حلو جدا. كنت عايزه احط بتاع جات الكلام، القرفه مع البلح حلوين قوي الاتنين دول مع بعض. وبس. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.